ففكرة السعة في الحياة، ان انا ربنا يوسع عليا. لما بدعي الله عز وجل باسمه الواسع انه يوسع عليا، هو بيوسع عليا، بس بيوسع عليا على قدر سعتي في الاستقبال. انا قادر استقبل قد ايه؟ قادر استقبل قد ايه من الصحة؟ قادر استقبل قد ايه بدون ما حياتي ترتبك؟ عشان في ناس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ربكة. انا في ناس، يمكن الناس اللي بتحضر معايا كورسات، قلت المثال ده، في ناس بعمل لها جلسات. والله العظيم في حد مره وانا بعمل له جلسه افتكر بيزنس عنده ما كانش فاكره. مش افتكر مثلا، عنده كميه مشاريع. فواحنا في الجلسه كان عنده ربكه، وراني الواتساب بتاعه، شفت رقم لا يقرأ، بلس ارقام من كميه الرسائل اللي عنده، وفلوس طبعا داخله وطالعه. اسمها ايه ده؟ سعه، وسع، تدفق، سرابكة. التارجت في النهاية إن إزاي أعيش في هذا الكون مستمتع. مستمتع وبزيد، مستمتع وبزيد، مش بزيد ومش مستمتع. ومش مستمتع علشان أنا ما بعرفش أزيد. يعني ساعات إحنا في عندنا لعبة كده اللي يقول لك إيه، أصل الفلوس مش كل حاجة. أي صح، يعني ما عنديش مانع، هي مقولة صحيحة. بس ساعات بتتحط لأني عاجز أعمل فلوس، فبعض الناس بتستخدمها. وساعات بتتقال من حد شبع فلوس، فبيبقى عنده وعي ان الفلوس مش كل حاجه، بس هو بيعرف يعمل فلوس. فيعني مش كل كلام صح متركب في اماكن صحيحه. الفكره ببساطه اني علشان يحصل لي سعه، والسعه بتاعتي تزيد باسم الله الواسع، محتاج ابقى واعي. محتاج ابقى واعي ان الله عز وجل بيتعامل معانا بحكمه. بيتعامل معانا ان احنا مسؤولين، مش ان احنا عيال صغيرين. لكن لما بكون عيل صغير، الطبيعي مش هديك كتير. يعني لو في ابنك او بنتك او وات ايفر جاي بيقول لك انا عايز اشتري حاجه، هديله كام؟ يعني هقول له تعالى يا حبيبي افتح لك حساب وهحول لك 2 مليار. يعني هديله شيء على قدر يعرف يتحرك بيه، يخليه مبسوط بس من سعته، بس لانه لسه صغير. لكن لو بقى ناضج اكثر، ناضج اكثر، ناضج اكثر، وهكذا. فالفكره كلها ان احنا لما نحتاج الى سعه في حياتنا، ربنا بيدينا السعه بس بالتدريج. لو احسنت في هذه السعة، ده معناه إنك جاهز للسعة اللي بعدها. لو لم تحسن في هذه السعة، فأنت مش جاهز للسعة اللي بعدها. الله عز وجل بيتعامل معانا بحكمة. كل حد في وعي ما، في استحقاق ما. فلما بدعي ربنا وبطلب منه شيء، ربنا بيديك اللي يخليك أحسن، مش اللي يفسدك لأنك مش جاهز، أو اللي يربكك. بس احنا ساعات ما بنبقاش فاهمين ده، لأني عايز الموضوع يخلص مرة واحدة. حاجة كمان، ان مهم ابقى فاهم ان احنا لما بندعي الله، انا بطلب، فانا عليا جزء من المسؤولية. فبتأتيني اسباب عشان اشتغل بيها واوصل لحاجة. فبيديني التولز، بيديني ازاي اعملها. بس انا لو ما عملتهاش مش هتحصل. احنا في كون مصنوع بطريقة فيها اسباب. فانت اطلب، خد التولز اللي هتحركها، هتشغل الحاجة تحق في واقعك. ومع الوقت بتبدأ تبقى فاهم ان انت مسؤول. مسؤول بمعنى أنا لما هطلب طلب هتأتيني أسبابه. قد لا يأتيني الطلب نفسه. في درجات احترافية عالية جدا ممكن تأتيك الطلب نفسه، بس يعني في الأول أنت بتسأل سؤال فبتأتيك الأسباب، لأنك عندك جزء من المهمة. ده وعي العلاقات الصحية. في بعض الناس يقول لك نفسي أتجوز بقى عشان أرتاح. لا، حضرتك هتتجوز عشان هتشارك حد. فأنتوا الاتنين لو عندكم الوعي هترتاح. عايز أدخل بيزنس بقى مع حد معاه فلوس عشان أرتاح. القصة مش قصة ان انا عايز اخلص من حاجة، القصة ان انا عندي مسؤولية والاخر عنده مسؤولية، واحنا الاتنين عندنا هذا الوعي. فاحنا الاتنين اصلا ناجحين في حياتنا. فلما قررنا ندخل شراكة عاطفية مادية وات ايفر، نجحنا فيها ان احنا اصلا ناجحين. فالله عز وجل بيربينا ان احنا نكون مسؤولين. مسؤولين مش من تأنيب، مسؤولين من حكمة، من وعي، من تدرج. اللي بيوصل للحتة دي بيبقى عنده وعي السعة.
انه بيعرف يقول لا وبيعرف يقول حاضر، لانه عنده سعة. اه بس دي مش لا على الاطلاق، انا هعرف اعملها بس كمان سنتين، كمان سنة، كمان 6 شهور، انا لسه شغال على نفسي في الحتة دي لاني في معية اللطيف لسه بتدرج. فانا مش جاهز اعمل دي، لسه مش في سعتي، بس هتبقى في سعتي. فانا واعي على السعة بتاعتي. فلما تحدث اشياء في الخارج، محتاج ادخل اشوف ايه السعة اللي عندي، تصل بالله الواسع، وابدا بالتدريج انفق من هذه السعة فسعتي تتسع اكتر، انفق من هذه السعة فسعتي تتسع اكتر، لغاية لما واحدة واحدة ببقى جاهز لاستقبال سعة اكبر واكبر واكبر، بس بنفس الوعي ده. مش سعة اكبر معناها في كتير، في كتير بعرف اديره، مش في كتير وخلاص. لان كتير وخلاص هيفسد حياتي، او هيربكني، او هيهدر طاقتي. لكن كتير في سعتي هعرف اديره وهعرف استمتع بيه.